يا مساء الفل والجمال. النهارده تجربتنا مش هتكون عن الاكل، هتكون عن الحلويات. هنشوف بقى ناكل ملفيه حلو منين. عشان احنا بنتكلم عن الملفيه فجبت معايا زوجي العزيز، هو اللي هيدوق وهيقول لي الملفيه ده حلو ولا اي كلام. ليه؟ لان هو من عشاق الملفيه. هو بالنسبه له هيقيم من حيث الطعم طبعا، انا والسعر بقى والكلام ده كله. ايوه انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي هقيم من حيث طبعا الطعم اهم حاجه، ثانيا من حيث الكواليتي والمنتجات المستخدمه، لان المفروض اني هعرف افرق ما بينها. احنا جبنا الملفين النهارده من 4 اماكن، حابين يكونوا كلهم تقريبا في نفس المستوى عشان ما نظلمش حد فيهم. يلا بينا نبدا بارخص واحد معانا في الحلقه. اول واحد وهو العبد بسعر 22 جنيه. 22 جنيه. الباكجينج زي ما انتم شايفين كده، كيس عادي. العلبه ده شكلها، علشان بس التجربه تكون فير فاحنا جبنا كل الملفيه شوكولاته، والمكان الوحيد اللي ما لقيناش فيه شوكولاته جبناه مربى. تعالوا نبدا. اول واحد معانا وهو العبد. طيب انا بالنسبه لي ما عجبنيش خالص. اولا الملفيه ما بيتحشيش كريم شانتيه، وده محشي كريم شانتيه وكريمه خفيفه جدا، بلس في مراره كده ما عجبتنيش. بس الملفيه كبسكوته طعمها حلو، ولكن الكريمه وهي اهم حاجه في الملفيه ما عجبتنيش، الكواليتي بتاعتها مش حلوه خالص. كريم شانتيه لا مش يعني انا ما بحبش ولا حاجه مش حلو، بس هو مش حلو، هو فعلا مش حلو. في نفسه اللي هو بسكوت نفسه البسكوت يعني مش ما عجبكش؟ لا مش طازه. انا الملفيه بتاعي بالنسبه لي، انا الملفيه لا انا كنت شايفاه كويس بصراحه، ولكن انا اللي ما عجبنيش خالص ولا الكريمه ولا الشوكولاته. يلا طبعا الكريمه والشوكولاته، بس هو يعني تقييم اوفر اول خلينا نقول في الاخر. بس ده انا اديله كام؟ اديله 4 من 10 عشان انا اللي دافع الفلوس. انا برضه اديله 4 من 10. يلا نشوف اللي بعده. تاني واحد معانا في الفيديو هو تسبس بسعر 24 جنيه، يعني فرق 2 جنيه. اولا الباكجينج ظريف، شنطه، بعد كده علبه، ده شكله من جوه اهو. يلا ندوق تسبس. ابدا انا بقى. ماشي، ما عنديش مشكله. او ليديز فيرست، خليكي انت. احنا بس عايزين نقطعها كده. لا انا عايز، ممكن شوكه من فضلك، عشان بس انا عايز دي اسمها سكينه. سوري، السكينه. حلو، حلو جدا. انا عاجبني قوي. هو مش وحش صحيح، بس هو في احسن. في احسن. قلت الكومنت الوحيد بالنسبه لي انا عارفه تقول ايه. قول. ان البسكوت اللي فيه طري. كنت عارفه ان هو يقول كده والله. وده بالنسبه لي بيبقى صايص في البق يعني، وانا بحب الملفيه يبقى مقرمش. يعني احس بكل حاجه. بس الكريمه حلوه قوي، سكره كويس. اديله كام ككواليتي وسعر عارفه هيديله كام وباكجينج؟ اديله 7 من 10. والله العظيم كنت متاكده انه يقول كده. طيب ده رايه طبعا من ناحيه الطعم ومن ناحيه الباكجينج ومن ناحيه الفلوس ومن ناحيه كل حاجه. هو انا متفقه معاه في كل اللي هو قاله. موضوع بسكوت طري هو فعلا يعني مرطب شويه، بسكوت اصلا مش متحمص زي بتاع العبد. بتاع العبد كان العجينه الملفيه نفسها واخده تحميصه. لا هو الكريمه طبيعي انها بترطب الملفيه وبترطب اي بسكوت. هما مش منشفين البسكوت زي بتاع العبد. بتاع العبد البسكوته لونها بني، يعني بسكوته متحمرشه شويه، مش محروقه ولكن متحمرشه. هنا البسكوته فاتحه. انا بالنسبه لي عاجبني جدا، بالنسبه لي طعمه حلو، طعم الكريمه غني وجميل بصراحه. يمكن بالنسبه لي مسكره السنه زياده عن بتاعه العبد، ولكن انا بالنسبه لي اديله 8 من 10. مش بعيد قوي يعني عن خالد، بس 8 وممكن ياخد معايا 9 كمان، حبيته. وكمان الشوكولاته اللي فيه حلوه قوي. لا 8 ولا 9 عشان نعرف الاخر التقييم. انا هديله 9 لان الشوكولاته اللي مستخدمينها نظيفه، زائد ان الفرق بينه وبين العبد 2 جنيه بس. فانا لو قدامي ده وقدامي العبد هشتري ده. تعالوا بقى يلا بسرعه نبدا في اللي بعده. اوكي. رابع واحد معانا وهو ابو لبن. ده الباكجينج، كيس
برضو علبه، كله جاي في علب خلاص يعني، اكيد ما حدش هيحط لك في. هنا بقى احنا ما لقيناش شوكليت فجبنا مربى. دي شكلها من جوه. ابو لبن سعره 28 جنيه. يعني احنا كده بنطلع حاجات بسيطه، يعني احنا طلعنا عن التسبس 4 جنيه وطلعنا عن العبد ب 6 جنيه. تعالوا بقى نشوف يستاهل ولا لا. مش محتاج شوكة، اعطي سكينة اعتقد. لا محتاج. طري برضو، طري جدا. ده بص ده. هو ده اكيد المربى مع الكريمة طروه اكتر. لانكم خالد عندي جابه قبل كده وبيحبه جدا، فانا متاكده انه هيكون متحيز ليه. خلوا بالكم. بصوا اتقطع بكل سهوله ولا اتفرتك. الوحيده اللي فشكلت مننا قوي هي بتاعت العبد، لانها كانت ناشفه قوي. بسم الله. مش ملفيت يعني. انا ما حسيتش الا بمربى وكريمه. بسكوت رفيع. البسكوت مش موجود، رفيع وطري، ف ما حسيتش، في حين ان انا بجيبه على طول. انت عارف انا يعني من عشاقه، ف يمكن عشان مربى ما اعرفش. طب خلينا ندوق الكريمه لوحدها. ماشي اوكي. الكريمه حلوه مش طيب. نزل بطموحاتي. ما عجبكش؟ لا خالص. طيب انا بالنسبه لي طبقه الملفيه طريه جدا زياده عن اللزوم، يعني هي دايبه. طبقه الكريمه طعمها حلو. طبقه الكريمه اكتر بكتير من طبقه الملفيه، فمغطيه على الطعم، وهي اللي عامله كده في الملفيه مخلياه طري وبايش من الاخر، فهو بايش. يمكن احنا جربناه قبل كده ما كانتش كده خالص، كان مقرمش ومحمرش، لان وقتها كانت طبقه الملفيه اغمق من دي وانشف من دي. ولكن لو هنتكلم عن الكواليتي فالكواليتي حلوه. الكريمه بصراحه غنيه وطعمها حلو، والملفيه برضو ما فيهوش طعم المراره بتاعت الزبده الوحشه. يعني انا بالنسبه لي ده اديله 6 من 10. انا هصدمك، انا اديله 3 من 10. 3 من 10 عشان السعر انا كنت مستني حاجه احسن من كده. بس هو ابو لبن غالي، ابو لبن حاجته غاليه اصلا. مش معترض يعني، اوكي، لان هو بصراحه كواليتي حلو. بالظبط. يلا بينا نشوف اللي بعده. لابوار هو الباكجينج الستاندرد. كتر خيرهم ان هم حطوا الكيس، هم اصلا عاده ما بيحطوش الكيس. لابوار القطعه دي ب 32 جنيه. 32 جنيه بس، يعني شكلها غريب برضه. هي ليه خرجت بره كده؟ تعالوا اوريكم شكلها. ده شكلها. بصوا اي حاجه هتحسوا انها مقلوبه او متحركه من مكانها، الحقيقه دي مننا احنا، لان من العربيه. يلا نجرب ملفيه لابوار. على فكره انا من الناس اللي بتحب لابوار. ابدا انا ولا انت؟ يلا اي حاجه. سكينه. لا يعني برضو برافو. برافو، حلو قوي. بس انا لما ادوق في الحبندق هل عليا كده. الشوكولاته بالنسبه لي حلو قوي. لا كل حاجه مظبوطه. الشوكولاته طعمها حلو، الكريمه من جوه طعمها حلو، قرمشه البسكوت بتاع الملفيه موجوده مش مضايقاني. يعني مش زي مثلا العبد ناشف شويه، لا ده مظبوط. الكريمه ما اثرتش عليه ان هو يطرى. سعره اوكي غالي، مش هجامل يعني. سعره غالي، فانا اديله 8 من 10. طيب انا هقول لكم رايي بقى بمنتهى الصراحه. انا لسه كنت بقول لكم انا من الناس اللي بتحب لابوار. الملفيه ده ما عجبنيش خالص. اولا سكره عالي جدا بالنسبه لي، يعني في حاجات تانية كان سكرها اقل. سيبس مثلا كان سكره اقل. تاني حاجه الكريم اللي جوه مش عجباني، هي مش باستري كريم او الكريمه اللي المفروض تكون موجوده في الملفيه. هي كريمه لباني زي اللي بيحشي بيها التورت، فما عجبنيش. ولكن طبقه البسكوت نفسها حلوه، مما لا شك فيه ان الكواليتي بتاعت الحاجات كلها كواليتي كويسه وكواليتي محترمه. اشيد بنوع الملفيه بصراحه طعمه خطير. ولكن الكريمه حلوه، بس هي مش بتاعت ملفيه، مش لايقه على الملفيه. بس كده. بالنسبه لك ده كام من 10؟
انا بالنسبه لي مش عارفه اقيمه بصراحه خالص، لان انا مش عايزه اظلمه. هو مش وحش بس هو مش حلو، عارفين هو في الوسط، فهديله 5. 5. اوكي ماشي. انت قلت هتديله 8. 8. خلاص تمام. تعالوا بقى نرتب كده الاصناف كلها من البدايه، ونرتبهم من الاوحش للاحسن. اوكي نبدا باقل. بالاقل. طيب اقل واحد معانا في الحلقه كان العبد، بعد كده كان ابو لبن، بعد كده لابوار، بعد كده تسبس. وعايزين بس نشرح حاجه هنا. الفكره كلها ان هو ادى لابوار تقييم عالي، انا اديته تقييم قليل جدا. انا اديت تسبس تقييم عالي جدا، وبالتالي تسبس طلع في النقط طلع عن لابوار. فعشان كده بس، لكن انا بالنسبه لي كان افضلهم تسبس، هو بالنسبه له كان افضلهم لابوار. بالرغم من ان دول مش وحشين برضو، لا خالص مش وحشين، ولكن اي حاجه فيه الحلو وفيه الاحسن. خصوصا ابو لبن انا كنت مستني منه حاجه اجمل من كده بكتير، لان هو من عشاق ملفيه ابو لبن فاتصدم. بالظبط. هو فعلا يا ابو لبن يعني قللوا شويه الكريمه وكتروا الملفيه شويه، ولا يقرمشوا الملفيه بقى. يقرمشوا الملفيه شويه فعلا، او يسووش كمان شويه. بس كده، دي كانت تجربتنا النهارده، تجربه خفيفه ولذيذه جدا. اكتبوا لنا في الكومنتات تحبوا نعمل تجارب ايه المره الجايه، ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم النهارده. نشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده او تجربه جديده. بنحبكم. باي باي.